التالي. احلى مصر، املأوا قلوبكم بالحلم. ضوابط ومعايير أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع الجاري، خاصة بعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين، وستبدأ من 30 من الشهر الجاري حتى 21 من مايو القادم. من بين هذه الضوابط أن للمرشح ومؤيديه الحق في عقد الاجتماعات والمؤتمرات لعرض البرنامج الانتخابي وإقناع الناخبين به، كما تنص على أن يحظر على المرشحين في أثناء فترة الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين الآخرين أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع، وألا يتجاوز سقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية 10 ملايين جنيه في الجولة الأولى و2 جنيه في الإعادة. في الوقت نفسه شكل المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة لمراقبة وتحديد أوجه الصرف لكل من المرشحين لانتخابات الرئاسة ومصادر تمويل كل منهم. بالرغم من تحذير اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من خرق فترة الصمت الانتخابي، فإن معظم المرشحين كانوا قد بدأوا في الدعاية الانتخابية الخاصة بهم منذ نحو شهرين. أشكال خرق الدعاية الانتخابية التي استخدمها المرشحون حتى هذه اللحظات تتمثل في الجولات الانتخابية في المحافظات وتنظيم المؤتمرات المختلفة. 2 تعليق البوسترات، تعليق اللافتات على يعني جميع الشوارع وفي جميع المحافظات. 3 استخدام الشعارات الدينية وآخرها شعار الإسلام هو الحل الذي رفعه المرشح الدكتور محمد مرسي عن حزب الحرية والعدالة. نحن نعلن بوضوح أننا نتحرك لخدمة أوطاننا حسبة لله سبحانه وتعالى بالمشروع الإسلامي القديم المتبلور الآن في مشروع النهضة. الإسلام هو الحل. أما عن مصير من يخالف تلك الضوابط التي أقرتها اللجنة فيعرض نفسه إما للحبس وإما للغرامة المالية التي قد يصعب تنفيذها. اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كل ما تملكه إن هي تبلغ جهة التحقيق اللي هي النيابة العامة بأنها تتخذ إجراءات التحقيق، وإذا ثبتت قدامها الجريمة تقوم تقدمهم للمحاكمة الجنائية. بس ده يحصل إمتى؟ يعني وهل يمكن أن يحدث قبل إجراء الانتخابات؟ كما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس قواعد تخصيص الرموز الانتخابية، والتي تضمنت أن يعطى كل مرشح عن حزب الرمز الانتخابي الذي خصص لحزبه في الانتخابات البرلمانية. فكان رمز نظارة البحر من نصيب مرشحي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ورمز الميزان لمرشحي حزب الحرية والعدالة. أما حزب الأصالة فخصص لمرشحه رمز البلطة. أما بالنسبة إلى رموز المرشحين المستقلين فخصصت بحسب أسبقية التقدم للترشح، ومن أبرز هذه الرموز كان رمز الحصان لأبو الفتوح، ورمز الشمس لعمرو موسى، ورمز النسر لحمدين صباحي، ورمز الشجرة لخالد علي، وأخيرا رمز المظلة للعوة. ضوابط ومعايير اعتبرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية منظمة وحاكمة لدعاية مرشح الرئاسة. وفي الوقت نفسه يرى البعض أن هذه المعايير تتعرض للاختراق منذ فترة زمنية طويلة، وهو ما قد يثير الشكوك حول مدى تنفيذ العقوبات المقررة لمن اخترق هذه الضوابط من عدمه، خاصة مع تجربة الانتخابات البرلمانية التي خرقت خلالها كثير من القواعد ومرت دون عقاب. سلمى رستم، 10 مساء.